اهلا وسهلا فيكم من مطبخ سيدتي. معاكم الشيف الباربي لولو العزة. اليوم معانا وصفات رمضانية مميزة. معانا اليوم حلا البطاطا الحلوة بالطحينة. قبل ما اقول لكم كيف نسوي الوصفة، تعالوا معانا نشوف المكونات. معانا هنا بطاطا حلوة مقشرة، معانا قشطة أو دبل كريم، معانا دقيق، معانا زبدة، معانا حليب، معانا سكر، معانا شوية من موية السلق حقة البطاطا، ومعانا طحينة، ومعانا زبيب وقرفة وعسل. هذه الوصفة جدا مميزة، مرة حبيتها لأن البطاطا الحلوة مرة نادر إنه الواحد يعمل فيها نوع من أنواع الحلا. مرة عجبتني. أول شيء حنسويه هنحط الريزنز أو الزبيب كده على النار مع شوية من القرفة وشوية من العسل. نحطهم على النار يغلوا غلوة كده بسيطة. نزيد شوية موية حارة ونبدأ دحين نعمل البشاميل اللي هو بودينج نفسه. هنحط زبدة، نسيح زبدة. أهم شيء يكون نسبة الزبدة أعلى من نسبة الدقيق، فإحنا هنسيح الزبدة. ساحة الزبدة هنبدأ نحط الدقيق. دايما الزبدة نشيلها شوية من على النار ونبدأ نحط الدقيق. بسم الله كده ونقلب. شايفين كيف الدقيق ما شاء الله رائع، ما عمل لي كتل. نبدأ الحين نزيد الحليب تدريجيا. هنبدأ الحين نحط الموية حقت السلق. بسم الله. اوكي، وكمان الطحينة. اوكي، وهنبدأ نزيد السكر. آخر مرحلة هنا حنزيد القشطة أو الدبل كريم. اوكي، حنبدأ ناخد من هذا الزبيب اللي حطيناه في الأول. اوكي، شوية منه. أصبح الآن جاهز معانا البودينج. شايفين كيف الكونسستنسي حقه وريحته خيال. الحين حناخد هذا البودينج نحطه مع البطاطا الحلوة. هندخله الثلاجة نبرده وبعدين نطلع نعمل له جارنش. نشيك دحين على الحلا. أكيد جهز. واو، شكله روعة. طيب احنا عندنا هنا زبيب وعندنا ورد مديني، هذا بس للجارنش، وعندنا كمان فستق. والآن أصبح جاهز معنا طبقنا لليوم حلا البطاطا الحلوة بالطحينة. جربوا الوصفة إن شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا عليكم.